العواف عليكم متابعيني اللذاذ، يا رب تكونوا بخير. ازيك يا منير؟ ازيك يا ياسمين. انا ليا الشرف النهارده ان دي اول مره بقابلك. انا عاده باخد وقت ان انا اتعرف على الناس قبل ما اصور معاهم وكده، بس ما ترددتش من كتر تقريبا ما انا ام فولوينج يو وان انا بتابعك. واحيانا الواحد بيحس بعد فتره من متابعه شخص ان هو يعرفه، فانا حاسه ان انا مش مستغربه خالص وانا قاعده معاك. والله the pleasure is mine. انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكي النهارده. وانتي اول لما بعتي لي اصلا قلت لك يعني I like the idea ويلا بينا. انا حبيت قوي فيك الحته دي ان انت اول ما عرفت ان الموضوع كله ان هو النيه ان احنا هننشر وعي، بالظبط. ما ترددتش. بالظبط كده. وانا بشكرك على دي. آه، نبتدي الاول. انا دايما عندي كده بدايه ان انا بقول العواف. انا مش عارفه كلمه العواف بالنسبه لك meaningful، ليها معنى، ولا بالنسبه لك العواف اللي هي السلام؟ انا اعتقد هي السلام، بس هي جايه من العافيه فهي حاجه بالظبط. كويسه. ايه سورس العافيه في حياتك؟ ايه مصدر العافيه؟ I think العافيه بتيجي من السلام النفسي. مم. هو الواحد لما يكون عنده سلام نفسي اوتوماتيكلي مم. هيبقى مستريح، وهيبقى صحته احسن، مم. وهيبقى نظرته للحياه احسن. كل حاجه تبقى جايه من البرسبكتيف ده. اوكي. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. البليس بتاعك، you are holding a place، صح كده؟ انت بتعمل فيه نوع من الاستشفاء، من، او خليني اقولها بطريقة تانية، ان انت بتعمل علاقة جديدة بين الانسان وروحه. هو دي كلمة جميلة. اه، دي حقيقة. دي انا بشوفها ان انت بترجع تعمل الوصلة. احنا احيانا في حياتنا، او من تجربتي انا في المجال في الموضوع ده، انه احنا بنعيش اتصالنا بروحنا قليل قوي على مدار اليوم. اتصالنا بروحنا قليل قوي على مدار حتى حياتنا، غير ان في حواجز بتتخلق من ناس حوالينا في تربيتنا، في ظروف حياتنا، بتخلق حاجز ما بين احنا عقلنا وروحنا. تمام. انا اللي بشوفه في الكونستليشن بتاعتك وفي الفيديوز بتاعتك ان انت حتى الفيديوز اللي انت بتتكلم فيها بصوتك، ان انت بترجع تاني ولو للحظة ان البني ادم يرجع يتصل بروحه تاني. انا وصفتها صح؟ بصي، هو أنا يعني لو احنا بنتكلم على المكان اللي أنا بشتغل فيه، فأنا مسميه. لو أنت يعني جيتي مم. عندي مرة هتلاقي كاتب يافطة عليه كرفان سراي وخنقاء. كرفان سراي معناها كلمة تركية، معناها زي استراحة سفر. فأنا بحس إن الناس لما بتيجي للمكان بتبقى زي ما تكون في السفر بتاع الحياة، في الرحلة بتاعتنا في الحياة. هو مكان ممكن يستريحوا فيه شوية، ممكن يديهم شعور ان هم يقدروا يتواصلوا مع ذاتهم شوية اكتر. مم. خنقة دي برضو كلمة تركي، جاية من كلمة معناها ملتقى الصوفيين، او المكان اللي الناس بتتجمع فيه عشان يعني يذكروا ربنا. هو مكان روحاني يعني. طبعا. اللي هي بعد شوية جت منه كلمة خنكة، اللي هو المجانين. لأن يا هم الله، دي الصوفيين أول في مرة. تركيا. صوفيين في تركيا الطريقة بتاعت جلال الدين الرومي اه. كانوا بيرقصوا وحاجات زي كده، اللي هو درويش المولوية. مم. فكان الناس بيفتكروهم مجاذيب، فدي جت منها كلمة خنكة اللي هو المجانين. بس ده يعني اسايد نوت. فانا مم. المكان اللي انا عامله هو مكان ببساطه شديده الناس بتيجي فيه. ده المكان اللي نصه المكان بتاعي، يعني نصه البيت بتاعي ونص تاني المكتب بتاعي، اللي الناس بتجيلي فيه بشتغل فيه معاهم على ان هم يحاولوا ان هم يتواصلوا اكتر مع نفسهم. مم. انا اللي انا بعمله، التكنيك اللي انا بستخدمه اكتر هو الكونستليشن، فاميلي كونستليشن، وده تكنيك بتاع ثيرابي. بس انا بسمي الشغل بتاعي conscious based healing and constellation therapy. conscious based healing معناها ان علاج مبني على رفع مستوى الوعي. بحس ان الوعي هو حاجة اساسية عشان الناس توصل لمرحلة من الشفاء. ومعظم الناس ما اعتقدش ان الشفاء بيبقى شفاء بشكل عميق من غير ما يكون ده معاه ان مستوى الوعي بيتغير بتاع البني ادمين. فأنت بتعالج عن طريق إن البني آدم يرفع مستوى الوعي بتاعه. بالظبط، باستخدام بقى اكتر من تقنيه، من ضمنها الفاميلي كونستليشن، من مم. ضمنها كلام، من ضمنها ديسكشنز. بعمل جروبس مثلا مم. كل يوم اتنين الناس بتيجي بنتفرج على حاجه ونتكلم عليها. بنقرا كتاب مثلا في رمضان بنتكلم على مثلا حاجات صوفيه. يعني depends on the topic، بس هو في النهايه it's all about ان الناس يبقى عندها حاجه، وعي روحاني مم. ووعي نفسي كمان. دي الحاجه المهمه.
ينفع أسألك إيه الحاجة اللي ودّتك في الاتجاه ده؟ إيه الtrigger في حياتك؟ والله بُصّي، آمم، أنا طول عمري عارف إن أنا عايز أشتغل الشغلانة دي، بس من قبل ما يبقى ليها اسم. يعني أنا من وأنا صغير كنت عايز أطلع دكتور نفسي، إمم. بس luckily ما دخلتش كلية طب، لإن برضه كلية طب هتدخّلني في القصة بتاعة الأدوية وكده. إمم. فلمّا اتخرّجت رُحت عملت ماسترز واشتغلت في الconsulting business consulting. كانت حاجة بعيدة أوي، بس كان دايمًا عندي الconnection مع البني آدمين. إمم. فابتديت أعمل training وأنا باعمل consulting، وأنا باعمل training بدل ما كنت باعمل حاجات زي الmarketing وstrategy وحاجات زي كده، ابتديت أعمل حاجات زي soft management skills، creative thinking. بعد كده دخلت على work life balance. بعد كده يعني فeventually ابتديت أخش أكتر ناحية الحاجات اللي ليها علاقة بإن الناس تdevelop، يبقى عندهم هم نفسهم تطوّر. وبعدين بعد كده ابتدى بقى يطلع الترند بتاع الكوتشنج، فدرست كوتشنج. وبعد كده وانا برضو بالصدفه لقيت قدامي حاجه ليها علاقه بالفاميلي كونستليشن، فدرست فاميلي كونستليشن از يعني ثيرابيوتيك ميديوم، او يعني موداليتي. إمم. بس فهي جت كده يعني. بس انا طول عمري عارف ان انا عايز اشتغل في المجال ده، عشان انا بحب طبعا انا بحب البني ادمين، وكمان عشان انا عندي تعاطف مع البني ادمين. بحس ان البني ادمين بصفه عامه تايهين، يعني مش عارفين هم، إمم. مش عارفين هم عايزين ايه، as much as مش عارفين هم ازاي يوصلوا ان هم يبقوا مستريحين. إمم. معظمنا عندنا حاجات مش عارفين ايه سببها. الفاميلي كونستليشن من الحاجات المهمه قوي فيها فكره اللويالتي، ان احنا ساعات بيبقى عندنا ولاء إمم. لاهالينا في شكل معين للحياه، في طريقه تصرفات معينه، في باترن معين هم كانوا بيمروا بيه، واحنا بنعمله غصب عننا زي ما يكون. يعني انا ممكن بعقلي الواعي ما بقاش عايز اعمل حاجه، آه. بس بلاقي نفسي بعملها. فالحته دي في رأيي أكتر حد قدر إن هو يتدخل فيها أو يتعامل معاها بشكل كويس كان بيرت هيلينجر، اللي هو الفاوندر بتاع الكونستليشن. إمم. وطبعا زمان كان كارل يونج، بس كارل يونج كان الكونتنت بتاعه كان تقيل شوية على العامة، ممكن نقول يعني. بس هنشرح لكم دلوقتي يعني إيه constellation، بس قبل ما نشرح يعني إيه constellation أنا عايزة أعرف منّك. أنا النهارده لو واحدة أنا مثلًا في حاجات كتيرة أوي جرّبتها وكانت دايمًا أتنصح إنه ينصحوني يقولوا لي: "ياسمين أنتِ محتاجة تعملي family constellation، ياسمين عشان تحلّي المشكلة دي أنتِ محتاجة تعملي family constellation." أختار الشخص إزاي؟ أو أنا بصفة عامة لو أنا لجأت لمجال أنا محتاجة فيه معالج بالذات في حتّة الوعي، إيه الشروط؟ أنت قُلت كلمة حلوة أوي دلوقتي، التعاطف. أنا بالنسبة لي شكرًا، ده key. بس إيه الشروط اللي لازم تبقى موجودة عند المعالج اللي أنا هاروح له، اللي هيشتغل على الوعي عندي؟ بصي أنا ممكن نتكلم من ناحيتين. إمم. أول ناحية فكرة الاختيار. إمم. انا اعتقد دلوقتي الشهادات ما بقاش فيه اكتر منها. يعني صح. دلوقتي بسهولة جدا الناس هتاخد كورس 3 ايام صح. اسبوع ويبقى معاهم شهادة. لو خدوا الكورس لمدة شهر هيبقى معاهم 4 5 شهادات، ويقول لك إمم. كده انا بقيت ممارس certified. عام او الكلام إمم. ده كله. فالشهادات ممكن تكون حاجة ظريفة، بس إمم. انا في رأيي الورد اوف ماوث از فيري امبورتنت، ان الناس تكون آه. اشتغلت مع الشخص، ويكون يعني لما راحوا له استريحوا له. فانا بحس اكتر ان انا احسن اثق في كلام ناس مروا بتجربه مشابهه للتجربه بتاعتي. أوكي. الحاجه التانية ودي حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اشوف الشخص المعالج ده او الشخص اللي انا رايح له، سواء معالج سواء حتى تيتشر، يعني معلم روحاني او الكلام ده كله، هل حياته بتمثل الكلام اللي بيقوله ولا لا. يعني لو واحد عمال يتكلم على التسامح والرحمة، وتلاقيه بيعامل الناس وحش، او في عنده نوع إمم. من انواع التعالي على البني ادمين، او هو بيتكلم عنده غضب، فالكلام ده مش متماشي مع اللايف ستايل بتاعه. إمم. ف أم، انا في وجهة نظري الحتة دي مهمة قوي، ان احنا محتاجين نبص على اللايف ستايل بتاع الناس، إمم. عشان نقدر نشوف هل الناس دي فعلا بيعملوا اللي هم بيقولوه ولا ما إمم. بيعملوش اللي هم بيقولوه. حاجة تانية مهمة برضو في وجهة نظري ان احنا محتاجين نثق في نفسنا اكتر. يعني انا بحس ان مهم قوي ان الشخص لما يجي هو مستريح او مش مستريح. لو انت مش مستريحة، حتى لو انا بطير وبعمل اعمال خارقة، انت مش مستريحة. فهو في النهاية يعني العلاج او اي تطور لازم يبقى فيه تواصل، كونكشن بين إمم. البني ادم وبين الشخص التاني. فلو الشخص مش مستريح فخلاص. بس طبعا ده مش معناه برضو ان انا ينفع اروح ل4 ورا بعض، او اروح آه. ل5 اجربهم واشوف مين الكويس.
في رايي ان لازم الواحد يعني يمشي واحده واحده، يجرب حد مثلا مرتين ثلاثه، ما استريحش يروح لحد تاني. جيفنج برضو حاجه مهمه، ان العلاج لو هو بجد، العلاج عمره ما بيكون علاج سهل. يعني فكره ان انا دايما بقول للناس لما بيجوا لي، لو انت متخيل انك هتجيلي وكل مره تطلع مبسوط، يبقى انا كده ما اشتغلش معاك كويس. صح. لان لازم في مرة هنفتح ملف هيبقى مؤلم، في مرة هنشتغل على حاجة هتبقى متعبة. فلو انت متصور انك كل مرة هتيجي هتطلع مبسوط وطاير من السما، ده مش هيحصل. يبقى انا اللي انا بشتغل بس على السيرفس. فلازم الواحد يبقى مستعد ان هو يلعب الدور ده. وعلشان كده انا يجري قبل ما الناس بتجيلي ببعت لهم اسئله، واسئله مش سهله، مم. يجاوبوني عليها قبل ما يجوا. ولو الناس بترفض انها تجاوب على الاسئله، ما اقول لهم ما تجوش، بمنتهى الاحترام يعني. بس بقول ايوه لهم، طبعا. ما بحسش ان هم ساعتها بقى هم مستعدين ان هم ياخدوا هذه الخطوه. ده من ناحيه. اه. من ناحيه بقى تانية، والكلام ده بقى على كلام يعني على عهده بيرت هالينجر، مم. في حاجه اسمها اوردرز اوف هيلبينج، ان انا اقدر ازاي اساعد البني ادمين. اوكي. اهم حاجه عشان اقدر اساعد حد، ان انا ما يكونش عندي الاحتياج ان انا اساعده. لان الاحتياج ان انا اساعدك ده احتياجي انا، مش احتياجك انت. مم. ودي حاجه اساسيه، لان فكره ان انا اكون معالج نفسي، او فكره ان انا اكون كوتش، او فكره ان انا اكون spiritual teacher، دي فكره الايجو بيتبسط منها جدا. فالاحتياج ان انا اكون شخص بيساعد الناس، ده مش مفيد ليهم، لان هو هنا التركيز عليا انا مش عليك انت. انا لازم اكون قلبي مفتوح ان انا اقدر اساعد الشخص لو هو طلب مساعدتي. وان لو الشخص ما طلبش مساعدتي، مش دوري ان انا اقول له المفروض يعمل ايه او ما يعملش ايه. ولازم لما الشخص يجي لي كمان، لازم يكون قلبي مفتوح ليه وللشخص اللي اذاه. لان لو انت جايه لي وبتشتكي لي مثلا من حد معين، من مم. باباكي، من مامتك، من جوزك، من وات ايفر، وانا خدت صفك، فانت كده ما بقيتيش empowered، ما بقيتيش انت قادره تشوفي الصوره كامله. والحاجه التانيه مش قادره انت تاخدي القرار بتاعك. فمهم قوي ان المعالج لازم يكون قلبه مفتوح لكل الناس اللي موجودين في الصوره، مش الشخص اللي جاي له بس. بس هو ان سيرفيس او في خدمه الشخص اللي جاي له، بس ان قلبه يبقى مفتوح لكل الناس اللي في السيستم بتاعه. ما يكونش عنده طبعا احكام عليهم. طبعا. وطبعا موضوع الاحكام ده موضوع صعب جدا، لاني يعني معظمنا، ما كانش غصب كلنا عندنا عننا احكام كبيره طبعا. جدا اه. بالظبط. فانا في رايي ان الجزء برضو التاني ده مهم قوي، اللي هو اللي انا قلت ان بيرت هالينجر هو اللي عبر عنه احسن حاجه يعني. دراسة حاجة زي كده بتاخد كام سنة؟ مش والله. بس كدراسة، مم. ان انت توصل لمرحلة. يعني انا فاكرة مثلا لما بدأنا مثلا موضوع الكوتشنج ده، عشان نبطل حتة الجادجمنت دي مش سهلة. عشان اوقف انا حكمي اللي طلع، ما هو غصب عني، احنا واخدين عليه، تاخد وقت. بصي، انا بعمل مديتيشن بقالي اكتر من 25 سنه، فاعتقد المديتيشن بيساعد كتير، والتكنيك اللي انا بستخدمه في رايي من التكنيكس الكويسه قوي. آه فممكن تقولي ان انا شغال على نفسي بقالي شويه يعني. وبعدين طبعا شغل الكونستليشن ساعدني كتير، او دراسه الكونستليشن ساعدتني، طبعا. لاني الحقيقه دي احد المميزات الكبيره قوي في الكونستليشن، الدراسه اللي بجد بتاعت الكونستليشن، ان بحس ان هي مرتبط ارتباط كبير بالشق الروحاني. طبعا. يعني كل الكلام اللي بيتكلم فيه بيرت هالينجر، فكره مم. الانكلوجن، ان احنا ما ينفعش نطلع حد بره السيستم، فكره مم. احترامنا للسيستم ككل، فكره ان احنا نحترم الكبير ونديله برايورتي، والحاجات دي، كل الحاجات دي الكلام ده موجود في الديانات وروحانيا موجود. مم. فلما انا جيت ادرسه، لقيت ان هو مرتبط ارتباط كبير بالحاجات اللي انا درستها والحاجات اللي انا شفتها في معظم الثقافات الروحانيه. نتكلم بقى، نفتح التابو. اتفضل. فاميلي كونستليشن، مم. تشرحها ازاي؟ بصي، هو ممكن تقولي ان هو احد تقنيات العلاج النفسي. اول واحد حط الاسره ده اسمه بيرت هالينجر، ده راجل الماني. هو دلوقتي الفاميلي كونستليشن از فيري ترندي في العالم، مم. يعني بقت كتكنيك علاج، ناس كتيره قوي دلوقتي مم. بتدرسه. وحتى لدرجه ان ساعات بيجي لي كلاينتس هم اصلا شغالين في مجال العلاج النفسي، ان دكاتره نفسيين وكده، مم. وبعد ما بيجوا لي بيقرروا انهم يدرسوا فاميلي كونستليشن من كتر ما مم. لقوا ان الكونستليشن ده فتح لهم باب هم ما كانوش قادرين يخشوا فيه قبل بالظبط. كده، او ما كانش الكونفنشنال ميثودولوجي بتاعه السايكوثيرابي صح. واصله له. مم. فهو تقنيه من تقنيات العلاج النفسي. البيز بتاعها ان في
قوانين معينة احنا محتاجين نعرفها، من ضمنها مثلا ان كل واحد ليه مكان، ان في ترتيب زمني، الاكسشينج بتاع البني ادمين عامل ازاي في العلاقات، الاكنولجمنت، ان انا اوصل للمشاعر بشكل اعمق مش المشاعر السطحيه، لان في نوعين من المشاعر اساسيين. في نوع بنسميه secondary feelings اللي هو مشاعر ثانويه، اللي هي المشاعر الاسهل للناس تعبر بيها اوكي. بس مش هي اللي بتحل. وفي مشاعر برايمري فيلينجز، هي اوكي. دي القصه الاساسيه اللي المفروض ان احنا نبص عليها. فهي في كده شويه لوز كده، وطبعا كل لو بقى تحتيه الدراسه بتاعته. مم. آه في طريقتين للبراكتس. في طريقه الاكثر انتشارا، ان احنا الناس بتبقى زي جروب كده سيشن، مم. والناس بتبقى let's say مثلا انت جايه لي مم. عندك مثلا مشكله مثلا معينه، فاقول لك والله غالبا المشكله دي ليها علاقه مثلا بعلاقتك بمامتك، مم. فنبقى قاعدين ويبقى في ناس تانيين قاعدين، فانت يبيك حد مم. او اتنين، حد يمثلك وحد يمثل مامتك. بس مش يمثل معنى انت مش هديله سكريبت، هو اه. اكشلي هو مجرد ما وافق على ان هو يريبريزنت مامتك، هتلاقيه بيحس بمشاعر ناحيه ايوه. الريبريزنتيف بتاعك. مم. وبيزد على طبعا النولج بتاعه السبيس هولدر اللي هو الكونستليتور، بتفهمي بقى ان الداينامكس دي رايحه في دايركشن معين، غالبا كان في مشكله هنا، في حاجه محتاجين نبص عليها and so on. ده الاكثر شيوعا، مم. وده ليه حاجات هنتكلم، او ليه مم. دروباكس هنتكلم عليها. وفي الطريقه التانيه الاقل شيوعا، هو ان احنا بنستخدم بدل ما بنجيب مم. بني ادمين بنستخدم عرايس. اه. فانا مثلا قاعد معاكي، بنبقى بنجيب شويه ليجو او بلاي موبل، وانت مم. تختاري عرايس تريبريزنت الناس، ونشوف السيستم الطريقه اللي انت حطيتيهم الكلام مم. ده كله. بيزد على كده بفهم انا حاجات في الدينامكس بتاعتك، وابتدي نشتغل عليها واحده واحده. مم. بس في الحالتين المفروض ان كله يبقى خاضع مم. تحت الامبريلا، تحت لا لا. الامبريلا بتاعت الرولز او اللوز اللي حطها بيرت هالينج، مم. اللي هي بيسميها اوردرز اوف لاف. اوكي. المشكله في الطريقه الاكثر شيوعا دلوقتي ان الناس، هو طبعا احنا كسبيس هولدر او اي ثيرابيست، مم. بلاش حتى سبيس هولدر، ساعات بنحس بحاجات. بنحس مثلا ان ممكن يكون والله الداينامكس دي غالبا كان في مشكله في كذا، اه. او ممكن مثلا يجي لي انسايت مثلا معين ان غالبا مثلا مامتك كانت ليها، كان مثلا عندها حمل مثلا قبليكي مم. مثلا وما اتكلمتش عنه عشان مثلا نزل وقبل اه. وهو لسه عنده مثلا شهرين. مم. ففي الايفنتس دي بتاثر على البني ادمين. مم. المشكله ان انا المفروض لما احس بحاجه زي كده تو تيست على الفيلد اللي هو المكان اللي احنا بنشتغل منه، ونشوف هل الكلام ده فعلا حقيقي ولا اه. مش حقيقي. اللي بيحصل ان بعد ما الناس بتبتدي تشتغل الشغلانه دي، بيبتدوا يثقوا ثقه زايده في المشاعر اللي عندهم او الانسايتس بتاعتهم. فالموضوع بيتحول شويه لان تصورات في دماغي بشتغل من خلالها. فالناس تيجي في الاول يتحسوا ان هم بقوا احسن، مم. بس الحقيقه المشكله ما اتحلتش. هو زي ما يكون كده بلاسيبو افكت، انا رحت عملت سيشن فحسيت ان انا احسن وخارجه مبسوطه والدنيا مفتوحه والكلام ده كله، بس بعد شويه بتحس ان مفيش حاجه اتغيرت قوي. طبعا not to mention ان انا بسمع بقى حاجات كتيره الايام دي في practices، زي مثلا حد يقول له اصل انت اتكلمت عنها حتى في الفيديوهات بتاعتي، اصل انت اهلك ما كانوش جايين من الكوكب ده مم. فعشان كده انت انسان غريب. حد تاني يقول له اصل انت مش عارف مامتك كانت او جدتك كانت فامباير فعلشان كده انت. ففي بقى شويه، في مم. رايي انا، افوره كبيره في اه. البراكتس دلوقتي. عشان كده كتير حتى وانا بتكلم بقول ان المفروض ان احنا يعني هو الموضوع مش مم. البيز بتاعه هو علاج نفسي، صح. بس بيقلب شوية لحتت فيها مم. يعني ممكن نقول دجل شوية. دجل، وعشان كده الناس بتخاف تروح تعمله. غالبا لان بقى في ناس كتيره دلوقتي، مثلا ناس كتيره بتروح لهم يقول لك اصل اكيد في حد حاسدك، اصل انت مش عارف ايه، اصل مم. انت كذا. فالموضوع بيروح في دايركشن معين، في رايي انا مش دايركشن مفيد. لان مشكله الحسد مم. وان حد عامل لك عمل والحاجات دي، ان هو بيخليك انت من المسؤوليه. هو العلاج النفسي البيز بتاعه ان انت تكوني مسؤوله عن حياتك. فانا لو معاك في الكونستليشن انا هطلع باكشن بتاعتي، انا اللي هعملها علشان انا احل المشكله اللي انا فيها. بالظبط، او تبقى انت عارفه ايه دورك في الموضوع. ممكن ما يبقاش فيه اه. تشيك ليست، او ممكن ما يبقاش فيه اكشن هديهولك، بس تبقى انت شايفه الداينامكس، شايفه اللي حصل، مم. شايفه علاقتك عامله ازاي. اه. فتبتدي انت الحاجه دي تبتدي نقول ان هي تخش جوه قلبك او مم. روحك، تفهمها اكتر. فاوتوماتيكلي الداينامكس بتاعتك مع الناس ان كويستشن، الناس اللي انت بتشتغلي عليهم، مم. تتغير.
سواء هم عايشين او ميتين، لان احنا ممكن آه. نشتغل مع ناس عايشين او نشتغل مع ناس ميتين. يعني إمم. علاقتي ببابايا متوفي بقاله دلوقتي إمم. 13 سنه، علاقتي بيه مش منتهيه. لو انا بحبه فلما بفكر فيه قلبي مبسوط، لو انا متضايق منه هبقى متضايق. فالعلاقه لسه مش منتهيه بغض النظر هو عايش ولا ميت يعني. علاقتي بأهلي ما بتنتهيش بموتهم، طبعا دي حاجه طول ما مهمه في جدا. مشاعر. واحنا الحقيقه احنا على طول في مشاعر مع اهالينا. طبعًا. يعني لما الناس بتيجي تقول لي انا مش حاسس بحاجه ناحيه اهلي، هو الحقيقه ده اللي بنسميه بقى secondary feeling، مشاعر ثانويه. آه. ان هو انا زي عقلي الواعي بيقنع عقلي الباطن ان انا زي الفل، انا كويس، انا indifferent والناس دي مش فارقه معايا. إمم. بس هو الحقيقه كلنا نفسنا نقرب من اهالينا يعني. الآليات اللي إحنا بنستخدمها للدفاع عن نفسنا أو إن إحنا نحمي نفسنا زي بتاعة أنا مش فارق معايا، أو لأ أنا مش عايزة أروح، أو في ناس حتى بتسميها نعيم الجهل. ما اكدبش عليك كلنا أكيد بتيجي لنا لحظات. أنا في فترة لسه قريب يعني I collapsed ورُحت للhealer بتاعتي قُلت لها أنا نفسي أكون الست أمينة. فاكرها يا منير اللي هي بتاعة سي السيد؟ مم. الست اللي بتصحى الصبح ما فيش حاجة في دماغها ومش مش عايزة أبقى فاهمة أي حاجة. وفي ناس كتيرة بتقول على إنه أصلًا إن أنا أخُش ليه أقعد أدعبس وأنخور وأنا لأ، مش عايزة أعرف ومش عايزة الآليات بتاعة إن إحنا بنحمي بيها نفسنا دي، أنت بتشوفها مقاومة والّا جهل والّا إيه؟ بصي والّا أنا- هي فعلًا سِكة الوعي زي ما أنت قُلت في الأول هي مُتعبة؟ بصي انا في رايي ان الوعي لما بيعلى الناس بتبقى اكثر سعاده مش اكثر شقاء. آه. بس هو دايما الناس بتقول مجازيا ان الناس لما بتفهم بتبقى اكثر شقاء. بس هم عشان هم فهموا بس وعيهم لسه معليش، لان الفهم مختلف عن الوعي. يعني كون ان انا افهم حاجه لا يعني بالضروره ان انا وعي زاد. في اختلاف كبير قوي بين زياده المعرفه وتطور الوعي. وعشان كده الناس اللي هاريه نفسها كورسات ورا بعض مش دايما سعداء، لان هم عاملين ياخدوا معرفه. انا عمال احط حاجه في الكوبايه بس الكوبايه ما كبرتش، فالاناء اللي هو الوعي بتاعي لسه زي ما هو وانا عمال احط فيه. فاوتوماتيكلي ببقى مش طايق نفسي وبقى عندي كمان توقعات من نفسي ان انا المفروض اكون مبسوط. فانا عمال ازق في نفسي زياده وانا متضايق فبتضايق اكتر وبصرف فلوس اكتر وبحس وبضيع وقت اكتر وانا مش سعيد. انما هو الحقيقه مش كده، هو الحقيقه ان الاساس هو الوعي. لو الاناء هو الهيلينج معناه ايه اصلا؟ آه. الهيلينج الشفاء معناها ان يبقى عندي سبيس اكبر. ده إمم. ببساطه شديده جدا. أوكي. فبمعنى ان احنا اي علاج في الدنيا إمم. is about ان احنا نوسع المساحه اللي فيها المشكله. إمم. هضرب لك مثال في مقوله جميله منسوبه لبوذا كان بيقول لو انت جبت معلقه ملح وحطيتها في كوبايه وجيت تشرب ميه هتلاقي الميه طعمها مالح جدا. إمم. انما لو انت جبت معلقه ملح وحطيتها في بحيره مش إمم. هتأثر. فكل ما المساحة بتزيد كل ما استيعابنا أو وعينا بيزيد، إمم. كل ما قدرتنا على التعامل مع المشاكل ومع الحاجات اللي مرينا بيها بتبقى مختلفة تماما. صح. فما بتبقاش فيها مشكلة. فالقصة كلها في الوعي. الوعي لما يزيد احنا بقى أحسن. من ناحية تانية إمم. لو واحد مبسوط وما عندوش مشاكل إمم. فدي حاجة حلوة جدا يعني. دايما مثلا الشخص اللي بيفترض حسن النية في الآخرين، إمم. حتى لو الناس بتأذيه بس هو مفترض حسن النية ومبسوط، إمم. فليه تضايقه؟ هو كده مبسوط جدا. يعني افتراض سوء النية العقل بقى يقول لا اصل هو لما عمل كذا هو مش عارف ايه. الناس اللي بتقعد متضايقة. تحلل مش سعيدة. طبعًا. انما الناس المفترضة حسن النية سعيدة، فسيبوهم مفترضين حسن النية حتى لو هي مش حقيقة. بس طالما هو سعيد، هو الهدف مش ان انا اكون فاهم، الهدف هو ان انا اكون مستريح. الهدف من الحياة مش ان انا اكون فاهم الحياة، الهدف من الحياة في وجهة نظري ان انا اكون مبسوط من الحياة ومستريح فيها، عندي سلام نفسي فيها. فمش دايما اكشلي الفهم في احيان كتيره works counterproductively مع فكره السلام النفسي. يعني بُص أنت كل جملة بتقولها أنا عايزة أقف عندها، بس أنا في حتّة كده أصل أنا دايمًا برضه أقول إن أنت قُلت لي إنه مش مهم إن الواحد يكون فاهم، المهم الواحد يكون مستريّح. في ناس مستريّحة أو أزعم يعني إن هي ما أعرفش هي مستريّحة والّا لأ، بس هي يعني تكاد يعني it seems إن هي مستريّحة وهُم تعبين كل اللي حواليهم. لا ما هو برضه خلي بالك، هو الراحه تعني الراحه آه. للشخص وللناس اللي حواليه. صح؟ يعني هضرب مثال تاني إمم. برضه في كتاب الموتى بتاع المصريين. إمم. في قصه بتقول لك المفروض المصريين كانوا بيؤمنوا بالبعث. بيقول إمم. لك الروح لما بتموت إمم. بتتسأل سؤالين. اول سؤال، إمم. هل وجدتي السعاده في حياتك؟ فلو الاجابه اه، إمم.
يبقى انت عديتي اول ليفل. لو أوكي. لو الاجابه لا، يبقى انت مش هينفع تعدي، فمحتاجه تنزلي تاني للحياه عشان تعيشي التجربه تاني، عشان تفهمي الحياه. افترضنا ان السؤال الاولاني الاجابه السؤال أوكي. التاني: هل حياتك كانت سبب في سعاده وسلام للناس اللي حواليك ولا لا؟ فاحنا حياتنا مرتبطه بينا وبالناس اللي حوالينا، طبعًا. بينا في المقام الاول، لان احنا ما إمم. نقدرش نسعد التانيين بشكل مظبوط من غير توقعات الا لو احنا مستريحين. إمم. بس برضو ما ينفعش نكون احنا مبسوطين والناس اللي حوالينا مش مبسوطين. إمم. بس فهو الشخص اللي مش فاهم، لو هو مش فاهم ومبسوط والناس اللي حواليه مش متضايقين او هو مش اذيهم، فمفيش مشكله. فاهماك. إمم. انما اللي بيحصل ان ساعات مثلا ممكن تلاقي حد مصر ان الشخص اللي مش فاهم ده لازم يفهمه. آه. فهو دي مشكله الشخص اللي عايز يفهم. انما الشخص اللي مش فاهم ومبسوط هو ما ذكيش في حاجه. آه. هو طالما دي حياته فهو حر يعني. طيب إمتى أفكّر إن أنا أعمل family constellation؟ إيه الأسباب أو إيه أنواع المشكلة اللي أنا ممكن أعالجها بالfamily constellation؟ بصي، انا بحس ان الفاميلي كونسيشن ممكن تشتغل على اي حاجه. إمم. يعني من اول ما يسمى بالطفل الداخلي، آه. ليه طبعا علاقتنا باهالينا، لعلاقتنا بالبارتنرز بتوعنا، لان علاقتنا بالبارتنرز بتوعنا البيز بتاعها علاقتنا باهالينا. إمم. ساعات حتى الفاميلي كونسيشن بيبقى ليها ابلكيشن في الشغل، طبعًا. بنسميه سيستميك ورك، او إمم. او سيستميك كونستليشن بيزد على البيزنس. إمم. لاني هو الكونسبتس دي ار ابليكابل لاي سيستم، بالضبط. فسواء فاميلي سيستم، سواء بزنس، سواء حتى governmental، كلها إمم. نفس الفكره فيها. فانا بحس ان هي كتقنيه هي تقنيه شامله لكل حاجه. إمم. بس انا بحس ان برضو ساعات التوقعات منها بتبقى عاليه قوي. جدًا. إمم. هو احنا دورنا ان احنا نساعد الشخص ان هو ياخد خطوه في الاتجاه المظبوط. ماشي. انما مش دورنا ان احنا نطير في الهواء او يبقى معانا عصا سحريه فالناس تخرج سيشن واحده تبقى زي الفل. عشان كده التوقعات من ان انا اعمل سيشن او 2 سيشن وابقى كويس مش هتحصل. دي توقعات. يعني لو كده يبقى انا بدل ما بتشارج جنيه هتشارج مليون. طبعًا. أكيد. فاهمه قصدي؟ إمم. ومش منطقي، إمم. ولا انا يعني سيدنا عيسى اللي إمم. بيشفي الامراض. صح. احنا دورنا ان احنا نساعد الشخص في البروسيس إمم. لو هو عايز ياخد خطوه بس. طيب يعني shoot القنبلة وأقول لك لو حبيت تجاوب على السؤال ده، إيه رأيك في الناس اللي بتقول الموضوع ده حرام؟ والله أو إن هو مخالف لتعليم الدين؟ هو الناس بتحرم كل حاجه. يعني في لسه كان بوست ناس كاتبه بتحرم اليوجا، وبتحرم المديتيشن، وبتحرم الكونستليشن، وبتحرم مش عارف ايه. يعني إمم. انا بحس ان في مواضيع يعني مش مستاهل ان الواحد يتكلم فيها قوي. صح. اللي شايف ان هو حرام خلاص. يعني إمم. لما الناس تشوف، او لما هو وعيه يجرّب او يبقى احتياجه ان هو يجرب حاجه يجرب، هيجرب. إمم. انما هو الاسهل ان انا احرم الحاجات او امنع الحاجات. يعني إمم. لان دايما الناس، ما ده عشان كده بقول لك البني ادمين يعني انا بتعاطف معاهم عشان البني ادمين دايما بيخافوا من اللي هم مش عارفين. أيوه. فاهم قصدي؟ إمم. من ايام ما مثلا كانوا الناس زي ما قلت لك على مثلا الناس الصوفيين مثلا إمم. بتوع جلال الدين الرومي، أيوه. سموهم المجاذيب عشان الناس اتجننوا عشان بيلفوا ومبسوطين. فقالوا الناس دي اتجننت. و- مرورا بقى بحاجات كتيرة تانية. ناس كتيرة مثلا من في التراديشنز في القبائل مثلا كانوا بيحرقوا ساعات الشامنز اللي هو طبيب القرية او الساحرة بتاعة القرية او الكلام إمم. ده، عشان عندها قدرات والناس خايفين منها او مش فاهمينها. فالتحريم دايما حاجة اسهل، او ان انا اقول ان حد وحش دي حاجة سهلة جدا. بس انا يعني الحقيقة ما صادفتش حد قعد معايا إمم. وقال لي ايه سبب ايه نوع التحريم اللي هو بيتكلم عليه ده. ولا كنت مهتم ان انا ارد على بوست مره ناس وريتهولي على حد بيحرم، فقلت لهم لو هو بيحرم خلاص يعني إمم. اوكي. طيب إيه أكتر حاجة تقدر إن أنت تساعد بيها شخص آمم عايش مع حد مضطر مثلًا إن هو يعيش معاه، حد قريب منه بيتعامل معاه في الشغل مثلًا، أو أم أو أب، أخ أو أخت مؤذيين ليه جدًا وبيلجأ لك؟ هل نقدر نخفف عنه دلوقتي بحاجة، نقول له حاجة، ندّي له help؟ بصي انا بس هو ده طبعا هو الاساس في نظرتنا لنفسينا. هو تخيلنا اهالينا شافونا ازاي، مش اهالينا شافونا ازاي، هو تخيلنا اهالينا شافونا ازاي.
إمم. فمثلا انا داخل من الباب لقيت مامتي بتقلي بطاطس، فانا جريت عليها وانا عندي 5 سنين عشان احكي لها على اليوم، فراحت زقاني بعيد وقالت لي مش دلوقتي، إمم. انا مشغوله. فانا كطفل بالنسبه لي مامتي مش عايزاني، يبقى مامتي ما بتحبنيش، يبقى إمم. اكيد انا وحش. انما مامتي لما عملت كده غالبا عملته عشان خاطر هي خايفه عليا صح. وخايفه على نفسها إمم. من ان انا إمم. طفل بيجري وهي بتقلي بطاطس في الزيت. إمم. فلو احنا ما اشتغلناش على القصه بتاعت اللي انا كونتها في دماغي عن الاكشن اللي حصلت، اوتوماتيكلي هطلع هقول بقى طالما مامتي ما بتحبنيش يبقى انا اكيد انسان وحش، او ان انا اكيد انسان ما يستاهلش ان انا اتحب. فاوتوماتيكلي هخش في علاقات ما فيش فيها سبيس كبير، او ما فيش فيها آه مساحه ان انا اعبر فيها عن نفسي، إمم. او هبقى مضطر ان انا احاول ابذل مجهود كتير عشان الناس تحبني او الكلام ده كله. فانا اعتقد البدايه هو ان احنا نشيل الافكار اللي كوناها عن نفسينا من خلال تعامل اهالينا معانا، لان مش كلها حقيقه. وده بحس ان هو بيقلب الايه بشكل كبير. إمم. من ناحيه تانية ان احنا نعرف نحط باوندريز. انا بحس ان مهم قوي ان الطفل يتربى انه يعرف يقول لا. إمم. لو الطفل دايما، يعني احنا جزء من التربيه السائده إمم. خصوصا في المجتمعات العربيه، إمم. ان الطفل الكويس هو اللي بيسمع الكلام ما بيقولش لا والكلام ده كله. الطفل ما بيقولش لا، ما بيقولش لا ما بيطلع ما بيكبر. إمم. فلو ما قالش لا ما بيكبر هيتداس عليه. طبعًا. فهو يعني اساسي ان الطفل يعرف يقول لا، واساسي ان الطفل يعرف يقول لا وانت تقول له والله انا مسؤول عنك، فانا همشي القرار ده إمم. مع احترامي لللا بتاعتك، بس انا همشي القرار ده. ممكن تحاولي تشرحي له، خصوصا لما بيكبر تحاولي تبرري له حاجات، بعد شويه من حقه ان هو ياخد قراراته بقى فخلاص. إمم. بس انا قصدي ان الشخص يبتدي يكون الباوندري، يعرف يكون الباوندريز حدوده عامله ازاي، بحس ان دي حاجه مهمه قوي. إمم. فلما الناس بتجيلي، طبعا احنا ما نقدرش نقطع مع اهالينا، احنا ممكن نخرج من اي علاقه في الدنيا آه. الا علاقتنا باهالينا. إمم. فالحل ساعات هو ان انا اعرف احط حدود في علاقتي باهلي. لو اهلي تصرفاتهم بتاذيني، مش إمم. اهلي بيأذوني، تصرفاتهم بتأذيني مش بالضروره معناها ان هم قصدهم يأذوني، بس هم بيعملوا حاجات بتأذيني. فلو انا قدرت احط حدود معينه إمم. من غير ما يبقى عندي غضب من ناحيتهم، ده بيفرق كتير قوي في التعامل. وit's never late، يعني لو جيت في أي سِن، ما فيش سِن بقى دي ليها إن أنا أبتدي أتعلّم. ولو أنا واحدة عمري في حياتي ما اتعلّمت إن أنا أقول لأ، عمري ما حطيت حدود في حياتي. هو في مينيمم، انا ما بشتغلش مع حد اقل من 18 سنه، آه. او يعني ممكن اعمل اكسبشن 16 سنه، بس إمم. مش اقل من كده. عشان بحس ان الاقل من كده محتاج اشتغل مع اهاليهم، لان هم آه. هم نتاج للاهل دول. بالضبط. بينما ما فيش ماكسيموم، يعني انا بيجي لي ناس عندهم 70 سنه وبيجي لي ناس عندهم 18. بس طبعا تطور الناس الاصغر بيبقى اسرع بكتير. طبعًا. بس الوعي ما لوش سِن. الوعي ملوش سن، والوعي بيحصل يعني ساعات بيحصل انكريمنتال، بيحصل واحده واحده، إمم. وساعات الناس بتنام وبتصحى تلاقي حاجه اختلفت لان هم مروا بتجربه كبيره وفجاه اختلفوا. ف بس في النهايه الاساس ان الواحد يكون عايز يتغير بس. الأساس هو اللي إن عايز يتغير، مش جاي لي عشان خاطر الشخص التاني هو اللي وحش. يعني ممكن حد يجي لي آه. يقول لي انا جاي لك بس انا مشكلتي في جوزي، او انا مش عارف ايه، بس انا لو كان بابايا عمل كذا كنت هبقى كويسه. ده مش ده انا ما بشتغلش. يعني احنا مش دورنا ان احنا نجيب الناس عشان نشتغل عليهم عشان انت تبقي إمم. كويسه. دوري هو ان انت إمم. اساعدك ان انت تبقي كويسه لو انت عايز تبقي كويسه. فهي مسؤوليتك انت، مش مسؤوليه الشخص اللي اذاكي. إمم. الشفاء مش مسؤوليه الشخص اللي اذاني، الشفاء مسؤوليتي انا. ممكن يكون الشخص اذاني يعني عن قصد او عن عدم قصد، إمم. بس الشفاء جاي مني انا. يعني انا المفروض ابقى انا مسؤول عنه، مش الشخص اللي اذاني. غير موضوع السِن إن هو مثلًا يكون حد صغير، وغير إن أنا لو أنا مثلًا في الquestionnaire، أنا عجبتني أوي على فكرة حكاية الquestionnaire اللي أنت بتبعتها دي، الأسئلة اللي أنت بتبعتها دي. لو أنت حسيت إن أنا مش نيّتي فعلًا إن أنا أشتغل على نفسي غير الأسباب دي، في أي حاجة تانية تمنعني إن أنا أعمل constellation؟ انا اعتقد لا. آه. يعني ما فيش حاجه تمنع ان الشخص يعمل كونستليشن الا ان هو يكون مش عايز، إمم. او يعني ما عندوش آه. الرغبه ان هو يشتغل على إمم. نفسه. و
طبعا لازم يكون الشخص يعني عنده وعي، يعني لو حد جالي هو سكران مثلا مش هشتغل معاه، طبعًا. يعني فاهم أنت بتشتغل يعني. على وعيه. بالظبط فلو هو اصلا مش واعي فمش هقدر اشتغل معاه. مش بالضبط. عشان احكامي عليه خالص، بس انا فاهماك. عشان خاطر الاساس ان احنا بنشتغل على الوعي. طبعًا. فلو الشخص مش واعي باللي هو بيعمله فمش هقدر بالضبط. اشتغل معاه. طيب أكتر حاجة فاجأتك أثناء ممارستك وحتى وأثناء وأنت بتتعلم، إيه الفكرة اللي لمّا عرفتها أو الحاجة اللي لمّا درستها أو وأنت بتمارس اكتشفت حاجة حسيتك يعني وقفت عندها كده حسيت تقول يعني لأ دي جديدة this is surprising for me أو دي حاجة يا ريتني كنت عرفتها مثلًا من الأول؟ بصي، اول حاجه جت في دماغي وانت بتتكلمي دلوقتي هي مفهوم العيله. يعني انا شخص كنت دايما بميل لان انا اكون شخص حر. إمم. حتى سبت البيت بتاعي، يعني سبت بيت اهلي وعشت لوحدي من عندي 24 سنه. إمم. كنت دايما بسافر كتير، فكان دايما مفهوم الحريه بالنسبه لي كان كبير. والعيله، لان برضو خلي بالك هو على سبيكتروم، في على وان اند هو الحريه والناحيه التانية هو الانتماء. لو انا منتمي تماما فانا مش حر، ولو انا حر تماما فانا مش منتمي. إمم. فانا بميل اكتر للحريه. أوكي. بس كل ما بدرس الفاميلي كونستليشن او لما فهمت الفاميلي كونستليشن فهمت اكتر ان العيله مهمه. ان انت يعني فكره ان انت احنا متصلين باهالينا سواء شئنا ام ابينا. إمم. ومن حقي ان انا اكون واخد صفات من امي، من حقي ان انا اكون واخد صفات من ابويا، من حقي ان انا اكون جزء من العيله دي، وليا مكاني فيها زي مكان اي حد تاني حتى لو انا مش شبهه. ف إمم. ففكره الانكلوجن، ان الواحد يشوف نفسه جزء من سيستم، دي بالنسبه لي انا كانت فكره مهمه قوي، فرقت معايا وبحس انها بتفرق قوي مع الناس. عشان كده ساعات في اكسرسايز بعمله لما الناس بتجيلي، ان هم يشوفوا نفسهم من خلال الانسسترز والعيله اللي هم جايين منها. إمم. فجاه الناس بتتخض، ايه ده انا عندي عيله. لان ناس كتيره بيبقى عندها دايما شعور ان هم مختلفين، او ان انا مش منتمي للعيله دي او العيله دي مش بتاعتي. بس هو الحقيقه لما انا ساعات انا بطلع نفسي بره العيله، آه. لما بطلع نفسي بره العيله فانا الحقيقه اضعف بكتير. إمم. حتى في العلاقات في فرق، ان انت تكوني مثلا انا وانت في علاقه، انت لو انت جايه وراكي مامتك وباباكي وجدودك وجدود آه. جدودك، غير لو انت جايه لوحدك. صح. نفس الفكره، احنا واحنا ماشيين في ورانا سيستم ربنا خلقه لينا. كل السيستم ده جزء من السبورت اللي ربنا عامله لنا، حتى لو مش شبهنا؟ حتى لو احنا مش شبههم، وحتى لو هم ما تصرفوش زي ما احنا عايزين. هو مين اللي قال ان المفروض بابايا ومامتي يبقوا ملايكه؟ محدش قال كده. وانا اصلا مش ملاك. ف إمم. فبرضه مهم، ودي حاجه يعني دي حاجه اساسيه، ان احنا نشيل اهالينا من توقعاتنا ان هم المفروض يطيروا ويعملوا حاجات خارقه ويبقوا ناس ما بيغلطوش، ونتعامل معاهم كبني ادمين ليهم احترامهم كأم وأب، بس هم بني إمم. ادمين. من حقهم يغلطوا، من حقهم يبقى وعيهم ساعات مش عالي، من حقهم يعملوا حاجات تضرنا، زي ما احنا ساعات بنعمل حاجات مش احسن حاجه في الدنيا. وزي ما eventually لو خلفنا هنعمل حاجات مش احسن حاجات لاولادنا. صح. فالتقبل ده، إمم. التقبل بيدي سبيس وبيخلي العلاقات مختلفة كتير. هل تؤمن ده بقى سؤال يعني ممكن نذيعه وممكن ما نذيعوش، بس أنا بدأت يعني عندي فضول عشان في حاجات أنا درستها، في حاجات أنا قريت عنها. هل تؤمن يا منير إنه إحنا بنختار أهالينا قبل ما نتولد، إن إحنا كروح يعني؟ اه طبعا انا مقتنع بكده. إمم. بس احنا مش بنختار اهالينا per se as much as ان احنا جايين الدنيا إمم. عشان نتعلم. آه. نتعلم ونعرف ربنا، يعني إمم. مش نتعلم بمعنى ان احنا نتعلم ندرس ويتحط علينا. آه. نتعلم عشان نعرف ربنا من خلال التعلمات دي. إمم. فربنا بيهيئ لنا النظام المناسب لينا للتعلم ده. إمم. ف على الرغم من الناس ممكن تكون متخيلة مثلا ان انا احسن حاجة، هو طبعا على المستوى النفسي لو امي انسانة وعيها عالي وبابايا انسان جميل ووعيه عالي فده هيبقى اريح لي. أكيد. بس ده لا يعني بالضرورة ان ده السيستم المناسب ليا، لان لو هما الاثنين وعيهم عالي والدنيا ظريفة يمكن انا ما اتعلمش حاجات. إمم. لان الوعي ما بيتغيرش دايما بان حد بيطبطب عليا ويقول لي نصايح. الوعي غالبا بيتغير عن طريق ان انا بمر بمشاكل. صح. عشان كده حتى في فيديو انا عامله بيتكلم على ان مثلا
سيدنا محمد ابوه اتوفى ومامته حامل فيه، مامته توفت بعد ما ولدته بشويه، جده توفى بعد ما خد باله منه، سيدنا عيسى اتولد من غير اب، موسى امه رميته في الميه ايوه، ده واتربى في من بيت احلى الفيديوز فرعون. اللي انت عملتها، انا اه، فاكراه. فانا قصدي ان مفهوم ان انا لازم يكون اهلي كويسين عشان ابقى كويس، ده مفهوم مش حقيقي. هو الحقيقه ان لما انا بقدر اتعامل واتقبل السيستم اللي انا جيت فيه بالمشاكل اللي حصلت فيه، فاوتوماتيكلي ده اللي بيطورني. فان ذات سنس ربنا بيختار لنا الام والاب المناسبين لينا، مم. مش بوعينا احنا، ايوه. بحكمته هو بس. انا مقتنع بكده تماما. فهو ربنا بيختار لنا الانسب لاحتياجنا احنا علشان نتطور. بالظبط كده. اوكي، ده رد حلو، ده يعني ميك سنس بالنسبه لي. اصل انا فاكره ان انا اول مره حد قال لي الجمله دي اللي بتاعت انت اللي اخترتي اهلك وانت اللي اخترتي ليلى دي، ولما هتفكي السؤال ده، لما هتعرفي اجابه السؤال ده، حاجات كتير قوي في حياتك هتتفتح. متهيألي ان كانت منها فكره التقبل اللي انت قلت عليه. مم. انا اعتقد بس ان هو ساعات لما بيتحط الكونسبت ده الناس بتحس ان هم بيلوموا نفسهم على اختيارهم، اه. انما هو الحقيقه لا، هو الكلام ده بيحصل من قبل ما نيجي هنا في الدنيا على صح. المستوى الروحي. مم. فاحنا جايين عشان نلعب الدور بتاعنا، نتعلم الحاجات نتعلمها ونمشي بس. وكل ما احنا بنتقبل كل ما قدرتنا على التطور بتبقى اعلى. لو النهارده عندك تمتلك يعني أداة ان انت تقدر ان انت توصل بيها، آم، مش عايزة اقول رسالة، بس عايزة اقول ان هي نور enlightenment حتة كده، فاهم؟ حاسس ان ايه اكتر حاجة دلوقتي الناس محتاجة ان هي تبقى عندها فيها شوية وعي، ممكن نقول. اعتقد تقبل اللحظه اللي هم فيها بكل معطياتها. مم. يعني اللحظة اللي هم فيها بمعنى اللحظة اللي هم فيها بكل اللي فيها، بالناس اللي موجودين في حياتهم، باللي حصل لهم، باللي ما حصل لهمش، بكل حاجة. احنا مشكلتنا الكبيرة هو ان احنا دايما شايفين احنا عايزين نعدل على ربنا، ان احنا المفروض مم. نغير حاجة. التغيير ما فيش مشكلة ان انا اكون عايز اطور من حياتي، اه بالظبط. بس انا محتاج ان انا اتقبل ان انا في اللحظة اللي انا فيها دي محتاج اكون في اللحظة اللي انا فيها، مش محتاج ان انا اكون في حتة تانية. انا دلوقتي يعني في مقولة دايما بحبها قوي بتقول لك اهم شخص انت معاه، اهم حد في حياتك هو الشخص اللي انت معاه دلوقتي، واهم حاجه انت بتعمليها هي الحاجه اللي بتعمليها دلوقتي، واهم لحظه في حياتك هي اللحظه الحاليه. لو انت فعلا قدرتي تعيشي في اللحظه دي اللي هو بيسموها في كل بقى البراكتسز بقى من اول ذا باور اوف ناو لغايه فكره الحضور اللي بيسموها في الصوفيه، لو انت فعلا حاضره في اللحظه اللي انت فيها دي ومتقبلاها كومبليتلي، بما فيها ان انت عايزه تغيري اللحظه اللي جايه، بس انت في اللحظه اللي انت فيها دي متقبلاها، الحياه بتتغير. انما مشكلتنا ان احنا دايما بنتخانق مع الدنيا، وطبعا لما نتخانق مع الدنيا مين اللي هيكسب؟ حتى بتلاقي الاغاني دايما بتتكلم انا عافرت ده معاك يا دنيا وانا مش عارف ايه. طبعا ده كلام لطيف بس الكلام ده بيودي في داهيه. هو الحقيقه ان دايما اللي جه قبلك هو اقوى منك. اقوى منك بمعنى ان ده، وده احد اللوز اللي اتكلم عليها بيرت هالينجر، ان دايما اللي جه في الاول هو سبب في اللي جه بعد كده. مم. فمين اللي كان موجود؟ انا ولا الدنيا؟ الدنيا. الدنيا. فان ذات سنس محاوله تغيير الدنيا ده محاوله حتى لو بهدف نبيل، هو ايوه. محاوله بائسه. هو الحقيقه انا لما انا اكون مستريح مع نفسي، فاكشلي راحتي مع نفسي دي هتغير في النطاق اللي حواليا، واوتوماتيكلي ده اللي هيغير. يعني الناس اللي قدرت تغير زي جاندي او زي مانديلا او كده، الناس دي بدأت بنفسها، كانوا هم ناس مستريحين. يعني غاندي لما تتفرجي على حياته هو هي واز ذا اكزامبل، هو ما طلبش من الناس تمشي وراه، هو الناس صح. مشيت وراه. مم. وطبعا الرسل يعني، بس انا حتى لما بنتكلم حتى على بني ادمين عاديين مش رسل يعني، في النهايه هي البدايه بتيجي بالشخص، مش. ان انا اكون متقبل الوضع اللي انا فيه حتى لو انا عايز اغيره. يعني في مقوله بحبها قوي لوين داير بتقول كل حاجه مثاليه everything is perfect including your desire to change it، بما فيها رغبتك في تغيير الحياه، اللحظه اللي انت فيها. اللحظة. مم. يعني اللحظه اللي انت فيها دي مثاليه بما فيها رغبتك في تغيير اللحظه اللي جايه بعد كده. كل حاجه ليها، كل شيء بقدر، كل حاجه ربنا مقدر لها يعني. عامة يعني speaking about انه يعني على ذكر ان احنا بنتكلم عن اللحظة اللي انا فيها، انا من اكتر الحلقات اللي انا قعدت ناسية فيها ان انا بصور وقاعدة بسمعك، وانا
مش مستمتعة عادي، يعني أنا ربنا حاسة إن أنا يخليكي. باتعلم كل جملة أنت بتقولها أنا عايزة زي ما يكون آخد بيها note، عايزة أقول لك استنى يا منير ربنا عشان يخليكي. أنا عايزة الجملة دي فعلًا. هو يعني الفلو الحقيقة جميل جدا، يعني أنا مستمتع جدا بالحوار وحاسس إن يعني واتس هابينج، يعني احنا حتى ما حضرناش قوي للبودكاست، هو بس إحنا أول اتس ما قعدنا يعني قُلت لك: "هو أنا بعت لك الأسئلة؟" قُلت لي: "لأ." بالظبط. بالظبط، فهو الميزة ان الحمد لله اتس هابينج يعني ناتشرالي، أنا باقول والقعدة لك جميلة هي جدا. دايمًا سبحان الله، يعني أنا من الحاجات اللي أنا اتعلمتها يعني من لمّا بدأت أخش في موضوع إن أنا أروح لhealers وكده يقولوا لي set intention. إحنا عندنا نقولها إنما الأعمال بالنيات، إحنا بالظبط. set أول نيتك إيه، فهي خلاص it works like magic يعني أول ما الواحد بيحط النية. طب نِفْسك النهارده تقول إيه للناس اللي بتسمعك في العواف؟ يعني أول حاجة شكرا على إن أنت شكرًا ليك استضفتيني، أكيد طبعًا يا منير. ويعني في مقولة بحبها برضو آه. بتقول إن لما التلميذ بيكون جاهز المعلم بيظهر. فإحنا دايما بيظهر في حياتنا الحاجات في الوقت المناسب. فساعات ممكن ناس تسمع الكلام ده دلوقتي إمم. وحاجة فيهم تتأثر، صح. ممكن ناس تسمع الكلام ده بعدين وحاجة فيهم تتأثر، وممكن ناس تسمع الكلام ده وما تأثروش. فكل واحد ليه الوقت بتاعه. واللي انا بس عايز اقوله كمان ان الناس I think، ودي حاجة حتى نفسي اعملها، كوسترز. نفسي اعمل كوسترز واديهم للناس اللي بيجوا لي واكتب فيه be kind to yourself. انا بحس ان احنا بصفة عامة الناس قاسية على نفسها، يعني إمم. سواء من التربية ان احنا يعني انتقدونا واحنا صغيرين، إمم. او من شعورنا ان احنا محتاجين نكون احسن، او من الكومبيتيشن اللي احنا على طول بقينا عايشين فيها في الحياة المدنية، او طبعا من برضو فكرة ان السوشيال ميديا خلقت نوع من انواع المقارنة على طول. أيوه. فالناس مش سعيدة. هو الحقيقة ان احنا محتاجين نبقى مستريحين يعني نفسي كده الناس تبقى حنينة مع نفسها، يعني تتعامل مع نفسها بجانب اكتر من الرفق. لان احنا الهدف مش ان انا اكون احسن واحد في العالم إمم. او اشطر واحد في العالم. في النهاية يعني انا مريت بتجارب كنت فيها اشطر واحد واحسن واحد والكلام ده كله، ظريفة إمم. اتبسطت بيها، بس يعني مش هي دي التجارب المهمة في حياتي. إمم. المهم في حياتي واللي غالبا بفتكره واللي هفتكره بعد كده هو الوقت اللي انا كان في بيني وبين الناس اتصال، الوقت اللي انا كنت فيه عندي سلام نفسي ومستريح. وده المهم. بقية الحاجات دي كلها يعني بيسموها they just noise، مجرد دوشة ظريفة بتيجي في وقتها بتمشي، بس المهم هو الحاجات التانية. ربنا يديم عليك سلامك يا منير. ربنا يخليكي. أتمنى إن أنا يعني أكون محظوظة إن أنا أحضر معاك يا ده إن شرف شاء ليا يا الله حبي، يا ان رب، شاء الله. وأتمنى إن أنت كمان تيجي دبي وتعمل workshops هناك، لإن الناس هناك جميلة وعندهم تفتُّح كبير ونِفْسها إن هي بتحضر حاجات كتيرة أوي، ودي حاجة برضه من الحاجات اللي أنا أتمنى إن إحنا في مصر. أنا عارفة إن دلوقتي إن الوضع اختلف إن إحنا في مصر بقينا، بس برضه في دبي أنا باحب أوي إن هم الhealing centers هناك كتيرة جدًا. يمكن فكرة إن الهنود هناك أنت عارف الهنود برضه موضوع طبعا. فهُم هناك بيؤمنوا جدًا بالعلاج الروحاني بكل أشكاله، بابقى مبسوطة جدًا وأنا هناك إن عندي المجال واسع. بس أنا مبسوطة أوي إن في مصر إحنا عندنا منير شاذلي قادر إن هو يعمل ده بوعي وب آمم، بعلم ربنا يخليكي. وبتفتُّح، وفي نفس الوقت مش زي ما أنت قُلت كده اللي هو مش اللي جاي لك جاي يساعد نفسه، اللي مش جاي يساعد نفسه ما تعطّلنيش. اه وبدون يعني احكام عليه، لان إمم. الشخص لو هو مش مستعد، هو دايما يعني برضه في مقولة تانية إمم. بتقول suffering is necessary until you realize that it's not necessary. فساعات المعاناة بتبقى مهمة لغاية ما تكتشفي ان انت مش محتاجة تعاني، ان انت محتاجة تتعالجي عشان ما تعانيش. بس المعاناة نفسها هي اللي ساعات بتجيب الناس، يعني معظم الناس بتجيلي بعد ايه؟ بعد ما بيخشوا في علاقات وتبوظ، بعد ما بيكتشفوا انهم عندهم امراض، بعد مش عارف عشان المعاناة دي هي اللي إمم. بتخليهم ياخدوا خطوات في حياتهم. فكل واحد ليه الوقت بتاعه. ويعني شكرا طبعا على كلامك الجميل. بس هو في ناس كتير كويسين، يعني انا يعني ميبي انا بس حظي كويس ان انا جيت معاكي هنا، بس اعتقد في ناس كتيره كويسين. هو على موضوع بتاع دبي او كده، انا ماي انتنشن ان انا ممكن اروح في حاجات زي كده. الايام دي في ناس بتتكلم عن ان انا اروح اعمل ورك شوبس في السعوديه،
محدش عارف، يمكن اروح دبي ان قريب، شاء يعني الله. كل حاجه بتحصل في الوقت بس بتاعها. definitely لو جيت let me know ان هبقى شاء الله مبسوطة. طبعا. ان شاء الله. ان شاء ميرسي يا الله. منير جدا، وربنا يديم عليك سلامك ثانك يو. ويكتر من امثالك، لان احنا ربنا يخليك. محتاجين يعني اللي زيك الصراحة، محتاجينهم جدا في ربنا حياتنا. يخليكي. ربنا يخليكي، ده كلام ومتشكرة جميل. ليك جدا، نورتني النهاردة بجد في العواف. انا انبسطت جدا، يعني من اكتر المرات ان انا انبسطت فيها في بودكاست او حتى في انترفيوز في اي حته. it was يعني مقابله جميله ربنا وreal يخليك، pleasure ارجو اني بالنسبه ما لي. كنتش تعبتك. خالص خالص. thank you الحمد very much. لله. thank you. توعدنا مرة تانية لما يجي لنا اسئلة، عشان هيجي لنا اسئلة. شور، يعني في اي وقت عايزه نعمله بودكاست فاين، عايزه نعمله لايف لو عندك اسئله، وانت حتى لو انت مش موجوده في مصر ساعتها ممكن نعمله لايف. definitely. خلاص يعني ابعتوا لنا الاسئله اللي انتوا عايزينها، واحنا ان شاء الله، منير وعد ان هو ان شاء الله هيجاوب على الاسئله. اتمنى لك كل العواف. شكرا، وانت كمان. اشوفكم على عواف جديده ان شاء الله في حلقه جايه.